السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تعالى كده نعمل تتبيلة فراخ بسيطة وسهلة ولذيذة في نفس الوقت، وهنشويها في الكيس الحراري كده يا حبيبتي. لو مش متوفر عندك ممكن تعملها بنفس الطريقة وتحطيها في صينية عادي. معايا كده حبايبي حوالي علبة صغيرة كده من الزبادي، ومعلقتين من مستردة، ومعلقتين من الصويا صوص، واللهم صل على النبي، عصير ليمونة كده كبيرة، ومعلقة خل وطبعا ما ننساش الملح. ومعايا كده معلقة صغيرة كده من العسل الأبيض، لو مش متوفر حطي بدلها سكر، بتدي لها طراوة قوي وبتسرع طبعا من عملية السوى. حبذا طبعا لو نباية التتبيل. معايا ملح وجنزبيل وقرفة وكزبرة ناشفة وسبع بهارات وحبهان على لورا وفلفل اسود. بس كده، بس ان شاء الله النتيجة هتعجبك قوي. والبهارات بسيطة بس بتدي طعم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وطعم المستردة جميل قوي. هنا مش هحط بصل مبشور ولا اي حاجه زي متعودين مع الفراخ المشويه. جربي كده. معلقه صغيره من الثوم المفروم، معلقه صغيره من هريسه الفلفل الاحمر، سواء بارد او حار ما شاء الله، في الحالتين هتديكي طعم وجمال اللهم بارك. والريحه طبعا التتبيله كده وهي بتتبليها كده بسم الله ما شاء الله على الجمال. حاولي بقى في الوقت ده ما ننساش معلقتين كده من الزيت، بتديها طعم وطراوة، وفي نفس الوقت بتدي لمعة للفراخ ما شاء الله. اقل حاجة في التتبيلة حبايبي ساعتين، ويا حبذا طبعا لو ليلة كاملة كل ده بيديها طراوة، والفراخ تشرب معاكي من التتبيل. دوبت التتبيلة خالص اهو يا حبايبي. وهجيب الفرخة بقى واحاول انشفها كده على قد ما اقدر. حاولي على قد ما تقدري كده. بعد الغسيل طبعا بالليمون وبالخل وملح ومعلقه سكر وتنقعيها فيه ودقيق. حاولي بقى تصفيها خالص في المصفى، وتحاولي تنشفي كل الميه والزوايد اللي فيها عشان تشرب معاكي التتبيل. وهنجيب بقى السكينه كده ونعمل فتحات كده في الصدر عشان يشرب من التتبيله، وفي نفس الوقت يسرع معانا من عمليه السوى، وتبقى الحاجه طريه كده معانا. وبرضو في اللفخات كده او وراك الفرخة هحاول ادي نغزات كده بوز السكينة. كل ده عشان تشرب معاك التتبيل. ربنا يسعدكم حبايبي ويطمن قلب الامهات والاباء جميعا يا رب على اولادهم اللي في ثانويه العامه. خلصهم على خير، عقبال النتيجه كده يا رب يفرح بيوت المسلمين جميعا باولادها اللهم امين، ويشفي مرضهم اللهم امين يا رب العالمين. هنا حبايبي بقى هنزل بقى بالفرخة اشربها كل التتبيلة، والكبدة والقناصة برضو والحاجات بتاعها حطيتها معايا كده، بحيث بحطها معايا ان شاء الله تتشوي معاها. شايفين يا حبايبي؟ حاولي بقى تشربيها التتبيلة على قد ما تقدر، والفتحات ديت تعملي لها زي مساج كده. يعني عايزاكي تشربيها التتبيله يمين وشمال. شايفين يا حبايبي؟ وقمت جايبه دبارة كده، وقمت جايه متبلاها رابطه الرجلين. وقمت جايه بقى تاني يوم قمت جايبه كيسه الحرارة زي ما قلت لكم، متوفره في كل حته ب5-6 جنيه. والكيسه على بعض، في اكياس على بعضها بتبقى فيها فيها بدل الكيسه من دي 3. هتعمل معاكي كذا مره، وفي نفس الوقت هتوفر معاكي. دهنت الكيسة. خدي بالك يا حبيبتي تدهني الكيسة، عشان في اكياس ما بتبقاش كويسة وبتلزق زي ورق الزبدة كده بالظبط. عاملاها زي ورق الزبدة، ادهنيها من جوه زيت بحيث بحيث ما تلزقش معاكي. كل التتبيله بقى انزل بيها كده يا حبايبي في الكيس. ومعايا كده قرنين فلفل، ومعايا طماطمايه، ومعايا بصلايه. هقوم حطها معايا كده في الكيس تشرب التتبيله، وتبقى اديها طعم الشوي، وفي نفس الوقت ما شاء الله هتدي طعم للفرخه كمان وهي بتتشوي. بس كده يا حبايبي، طريقة سهلة وبسيطة، ويا رب تعجبكم وتجربوها وتعجبكم النتيجة فيها حبايبي. ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك والسبسكرايب. الله يسعدكم، يحقق لكم كل ما تتمنوا وزيادة اللهم امين. شايفين يا حبايبي؟ بيبقى جاي الرباط كده مع الكيسة. احاول الفها عليها كده بطريقة بسيطة خالص، يا دوبك تبرميها كده خلاص، هي كده ما تخافيش، مش عمرها ما هتفتح.
ممكن تقصي الزيادة من الكيس وممكن تسيبها زي ما هي. اهم حاجة ما تنسيش ان انت تنغزي الكيس كده، بحيث ايه لا قدر الله كل ده بيتنفخ هوا ما يفرقعش في الفرن. وحطيتها كده يا حبايبي على الرف الوسطاني، قعدت حوالي نص ساعة. حاولي ما تكتريش، دي فراخ بيضة بتستوي بسرعة، عشان ما تبصيش تلاقيها اتهرت منك خالص. وعلى عيش شامي كده يا حبايبي، سواء شارياه او عاملاه في البيت، يملى بيوتكم خير وستر ورضا وراحة بال من الرحمن، اللهم امين. خدت نص ساعة، وبعد النص ساعة قمت جاية فاتحة الكيس كده بالمقص. خدي بالك على ايديك يا حبيبتي، ربنا يكفينا شر النار وعذابها يا رب. قمت فاتحة عليها الشواية حوالي 5 دقايق. شايفين الخضار زي ما قلت لكم اتشوى وبقى جميل ازاي؟ ولا الريحة اللهم بارك. طعمها جميل قوي يا حبيبتي، لو ما جربتهاش جربيها، ان شاء الله هتعجبك قوي. ممكن بقى تقدميها كده جنب سلطة، جنب طحينة، جنب مكرونة، كله فضل ونعم. شايفين يا حبايبي هي سخنة طبعا بس انا عايزة اوريكم السوا. بسم الله ما شاء الله. جودو بتقول لكم اوعوا تنسوا اللايك. ربنا يسعدكم يا حبايبي يا رب، وتعملوا الحلو كله لحبايبكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.